وزير التعليم خرج البارح بتصريح جديد حول الاله ديال منع الغش. وزاره التعليم كما ديجا قلت لكم حلفت تتسلم عن النقيل في البكالوريا. سمعوا الوزير شنو قال. من ناحيه الغش حقيقه كاين هذه الظاهره مع التكنولوجيا، ولكن ما نعاودش نعمموا بزاف. يعني فئه صغيره اللي تتغش بالتليفونات بهذوك الصناطات اللي مداخل بهذيك لي كارت فيب بهادشي كله، يعني كاين. وبالاخص اللي اليوم مع الانتيليجنس ارتيفيسيال بتشات جي بي تي ولا باي انتيليجنس ارتيفيسيال، راه تسكاني بي دي اف داك لو سوجي يعطيك الجواب ديالو بسهوله. يمكن واحد الا كانت عنده صناطه يمكن يجاوب. دونك هذا العام درنا واحد لي زاباري تاع اللي درنا لهم التجربه العام اللي داز، لي زاباري الكترونيك اللي تيديتيكتيو لي تيليفون، وغتكون اكثر من 2000 واحد موزعه على جميع لي سونتر ديكزامان. وتنظن هذا العام غادي يكون الامتحان غادي يدوز يعني بلا. المهم كما سمعتوا شنو قال، هذا العام غادي تعمم ديك لاباراي، كل مؤسسه غادي تكون فيها ديك لاباراي اللي كيجيبوها للقاعه وكترصد لنا جميع الاجهزه الالكترونيه، سواء التليفون الفي اي بي اي جهاز الكتروني كاين في القاعه كترصدوا وكتحيدوا لك. ولهذا الله يرضي عليكم العواقب ديال النقيل راه غادي تحرم من البكالوريا، غادي تحرم ما تدوزش الامتحان عام ولا عامين ولا تطرد بمره على حسب الحاله ديال الغش ديالك. ولهذا ثقوا في راسكم، عولوا على راسكم، وحنا راه ثايقين فيكم، قادرين تجيبوا نقاط عاليه ومزيانه بلا نقيل بلا والو. الله يوفقكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الوليدات ديال الامتحانات وديال البكالوريا، يبعدوا من النقيل ويبعدوا من الغش ويعولوا على راسهم. الله يسر لكم جميعا.